أهلا بيكم في مراجعة جديدة. تعرف إنك ممكن تفعل 3 ميزات مستخبية جوه تطبيق نورويكس آب من إعدادات البروفايل، هتسهل عليك إدارة شغلك وعملائك في ثواني. أول ميزة من ال3 ميزات اللي بقولك عليهم دول هي ميزة الريل تايم أليرت، عشان يجيلك إشعار لحظي أول ما زبون يعمل أوردر. وتاني ميزة هي الأوتومايد فولو أبس اللي هتبعت لك تذكيرات للمتابعة بعد أسبوعين أو بعد شهرين لوحدها. وتالت ميزة هي ميزة البيرسونال ويب سايت لينك من إعدادات الأوفيس سايت، عشان العميل يشتري مباشرة وتضمن عمولتك بدون ما تشغل بالك. لو عايز تفهم التطبيق ده بيعمل ايه بالظبط وشرحه الكامل خطوة بخطوة وكل تفصيلة في التطبيق ومميزاته وكمان عيوبه، كمل معايا الفيديو للآخر. ما تنساش هسيب لك كمان رابط تحميل التطبيق في صندوق الوصف. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل المراجعات الجديدة أول بأول. بص يا سيدي، عشان نفهم في الأول لازم نعرف التطبيق ده عبارة عن ايه بالظبط. التطبيق ده مش تطبيق تسوق عادي للمستهلك، ده عبارة عن مكتب إدارة كامل لمستشاري ومندوبي شركة نورويكس اللي بيبيعوا منتجات التنظيف والتجميل المعتمدة على الألياف الدقيقة بدون كيماويات. وظيفة التطبيق ده إنه بيجمع لك العملاء والأوردرات والإيفنت بتاعت الشركة في مكان واحد. كالعادة نزلنا التطبيق أنا وزمايلي وقررنا نختبره ونعمل معاه تجربة واقعية خطوة بخطوة، وكل واحد فينا لاحظ حاجات مختلفة تماما عن التاني. حبيت أنقل لكم التجربة عشان تكون مراجعتنا كاملة للتطبيق وتتنقل لكم، لأن التجارب بتاعتنا هي اللي ممكن تحصل مع أي حد يستخدم التطبيق. والموقف الأول مع التطبيق ده حصل مع واحد من زمايلنا لما دخل على قسم الكونتاكتس وبدأ يبحث باسم منتج. طلع له كل العملاء اللي اشتروا المنتج ده قبل كده. انبهر بالفلترة اللحظية دي. الموقف التاني وانا بشوف قسم الاوردر وجربت اعمل كاستمر اوردر، لقيت الصور المباشرة للمنتجات طالعة قدامي بالاسعار. فتحت كارت العميل وبعت له رابط الدفع والسلة جاهزة شير كارت على الواتساب في ثواني بدون ما اخد منه بيانات الكارت. الموقف الثالث لما زميلنا وهو شغال على قسم الايفنت اخد باله ان الهدايا بتاعة المستضافين بتتحسب اوتوماتيكي مع زيادة المبيعات، وما بيحتاجش تحسب نسبة كل واحد مانيوال، هو بيتحسب اوتوماتيك. الموقف الرابع بقى كنا بنجرب نبعت رسالة عملاء جماعية، لقينا جوه التطبيق قوالب جاهزة للرسائل دي على الواتساب والماسنجر وبإيميل احترافي متخصص وجاهز وفي منتهى الجمال. تعالوا أقول لكم بقى على أهم 5 مميزات هتحصل عليها لما تستخدم التطبيق ده كصاحب شركة. أولا، إدارة علاقات العملاء وسجل كامل للمشتريات ورغبات العملاء. ثانيا، متابعة فورية للإشعارات وتتبع الشحنات اللي هي بتاعت الطلبات أول بأول. تالت ميزة إنشاء سلات تسوق مباشرة وتقدر كمان ترسلها برابط مباشر. الميزة الرابعة هي نظام تذكير تلقائي بأعياد ميلاد العملاء ومواعيد المتابعة الدورية بتاعتهم. خامس ميزة التحكم في رابط موقعك الشخصي والشوب اوفرز من اعدادات الاوفيس سايت. لكن نيجي بقى للعيوب اللي لاحظتها من واقع تجارب المستخدمين الحقيقية على متجر جوجل بلاي. اكتشفت ان التطبيق فعلا ليه 3 عيوب واضحة جدا في تجارب المستخدمين الحقيقيين. اولها بطء وتوقف مفاجئ ممكن يحصل للتطبيق. مع بعض المستخدمين اشتكوا ان التطبيق بيقفل لوحده لما تفتح قوائم المكونات او المنتجات الكبيرة. كمان مفيش ترتيب ابجدي او شريط بحث سريع في بعض قوائم اضافة المنتجات.
والعيب الثالث ان بعض هواتف الاندرويد بتطلع تحذير نظام ان التطبيق بيحاول يسحب بيانات النشاط او بيتجسس بسبب الصلاحيات او المزامنة المطلوبة اللي بيطلبها التطبيق ده. لو هتسأل عن التطبيق نفسه للأسعار وإذا كان فيه نصب ولا لأ، فالتطبيق نفسه مجاني للتحميل، لكن عشان تفتح المميزات القوية لازم تشترك في باقة الأوفيس سايت، واللي سعرها بيوصل ل10 دولار شهريا، لكن في تجربة مجانية 60 يوم للمستشارين الجدد. التطبيق مش بينصب خالص، ما فيهوش اي طرق ملتوية لسحب فلوسك، لكن الفكرة انك لو مش شغال ومندوب فعلي للشركة، الاشتراك الشهري ده هيبقى مصاريف على الفاضي بدون فايدة بالنسبة لك. لازم تكون من مستشارين او مندوبين الشركة دي. ولو هتسألني عن تطبيقات بديلة، فعندك تطبيق هوب سبوت CRM محمله أكتر من 5 مليون مستخدم، وعندك زوهو CRM محمله 1,000,000 مستخدم. بالنسبة لتقييم النهائي للتطبيق أنا هديله 7/10. التطبيق ممتاز مفيد جدا لو انت مستشار معتمد في نورويكس، وهيكبر شغلك فعلا، لكن محتاج تحسينات في استقرار الابليكيشن وتقليل الخلل الفني. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.